منتديات الخير الشعبي. عمران البجيدي من البجايدة من عنزة، هو يقال عمران العدواني من البجايدة من عنزة. له عملة بعد من الطيب. حنا نحاول أننا نجمع نوادر التراث اللي يعني نوادر القصص اللي صارت على عهد الآباء والأجداد، ونحاول أن نجيب الأفضل بالأفضل. عمران سالفته ما هي بعيدة عن سالفة سنيتان. له ولد يقال له ساير، وكان ساير شباب ما هو كبير، ولا منه طلع الحلاء طلعت البعرين يطلع معه ساير جنب، يعني زي الحارس هاللون يحماه لما عاد انهن يتوهل عاد حلال القبيلة كله. وهو معه جاء واحد حايف حنشولي يبي غديه هيال قطعة منهن وهو تصدى له ساير. يوم تصدى له ساير وهو يصير به رمي، انت يا الحايف اطرق له طلقة على ساير بس بيخوفه، يعله ضربته وذبحته. يمر يوم انه بلش هو بديرة عنزة ولا له مهج، لا هذه البيوت يا الله يشوفه على مبتة الشوف، وهو يزبنه يبي يدخل دخيل على حد يفكه بس. يوم أقبل على البيوت، وعادة اللي مثل حاله هذا لا منه بغى يدخل ما يدور له بيت صغير، لأنه عادة البيت الصغير يصير الرجال ضعيف، يعني أمره يعني سهل. لا هو شاف أكبر بيت وزبنه، يدري أن اللي بيته كبير أكيد إنه أنه شيخ ولا أنه رجال يعني صاحب جاه ورجال له كلمة، وهو يزبنك البيت. أثري البيت بيت عمران أبو الذبيح، أبوها اللي هو كتب، وهو يجدع روحه جدع، الناس وراه وطلبه. يوم انه توهل البيوت ويجدع روحه بيت عمران قال دخيل يا رجل، قال دخل. يقول يوم انهم جو طلبته واللي طاردونه قالوا يا عمران هذا ذبح ساير. يمر يوم انه صارت فجعة، الرجال اول شين ولده مذبوح، وثاني شين اللي ذبحه صار دخيل عنده، وهو يدنج انت يا عمران، وهو ينكس يجمع قواه. واكل وقت الرجال يعني كانوا يعني هم رجال، ولكن فعل وفعل ما يتحمله الا الجبال. هو يرفع راسه قال الرجال دخل، واللي ذبح ساير مثل ذبحة الواحد من سائر الناس، يعني غيره ساير مثل غيره من الناس، توكلوا على الله. يقول هو يخليه عنده لهذا يوم انها اقبلت مرة عمران اللي هي اللي مقتول، اقبل داهله، والمرء معروف انه اعصابه ضعيفة ما هي مثل الرجل. يوم قاعد يراعي له انت يا عمران خاف انه مغيبة له خنجر، قال هذه داهلة الروحة، أخاف أنها تغافلا هم من تطعن الرجال بلو خنجر مثل تذبح، وهم من تصير عاد سواد عند القبائل يحسون به. يقولون عمران البجيدي ذبح دخيله، وهو يقف انت يا عمران بين المرأة وبين الدخيل. قال وش عندك يا مرة؟ يقول هي ذاهلة ما حكي مدنجة. وش عندك يا مرة؟ يقول يوم انه كرر 3 مرات يا مرة منه جات العجيبة ان امرته صارت اقوى من وعصا. قالت الحمد للباري صدوق المخايل اللي بلاني بالليالي بليو، ما يستوي لك يا رفيع الحمايل، ذبح دخيل البيت عيب وعذرو، ادخل دخيل البيت لو كان عايل، عفو عن المحروج حق وماجو، تكسبها ناموس بين القبايل وما راح يخلف والذي صار مكتوب، والطيب حبله بين الأجواد طايل، ولا يستوي طيب من الصبر مسلوب، ما خله دخيل يا دعار السلايل لو كان لابني مهجة القلب مطلوب. يعني تخيلوا، يعني حنا الحين حطينا مثلا القصة العمران، لكن لا مننا أنصفنا نشوف ان زوجته والمرأة صارت أقوى من وعصا. ويمكن تقول الرجل فعل هالفعل ما هو غريب ان الرجال، لكن التغاربه من الحريم، لأن الحريم عادة يعني ضعيفات، ودائما يعني حكم الأمور بعواطفهم ما هو بعقولهم. هذه لا، حكمت العقل قبل العاطفة، وجابت الأبيات هذه 5 أبيات أو 6 أبيات لكنهن يكتبون بأبيات الذهب. الحمد للباري صدوق المخايل اللي بلاني بالليالي بليو، ما يستوي لك يا رفيع الحمايل، ذبح دخيل البيت عيب وعذرو، ادخل دخيل البيت لو كان عايل، عفو عن المحروج حق وماجو، تكسبها ناموس بين القبايل وما راح يخلف والذي صار مكتوب، والطيب حبله بين الأجواد طاير، ولا يستوي صبر ما يستوي طيب من الصبر مسلوب، ما خلى دخيل يا دعار السلايل لو كان لابني مهجة القلب مطلوب. منتديات الخير الشعبي.